هاي، كيفكن؟ اليوم الفيديو رح يكون عبارة عن مشترياتي. رح فرجيكم كل الاشياء اللي اشتريتها لاخر فترة. مش كتير ليل ولا كتير كتار، لانه صراحة ناسية شو هن الاغراض اللي كلهم اشتريتهم. في منهم بلشت استعملهم وفي منهم يمكن تكونوا شفتون اوريدي بكم فيديو سابق. هيك جمعت كم غرض وقلت خلص خليني اشوف شو هن لاحكي لكم عنهم. في منهم استعملتهم، في منهم بعد ولا مرة. حني هون وراي، هاي الكركبة وراي هن الاشياء الصغيرة. اذا حابين تتعرفوا اكثر على الاشياء اللي اشتريتهم خليكم معي تشوفوا كل التفاصيل. هالفيديو ما رح يكون بترتيب معين لانه صراحه ناسيه شو هي الفترات اللي اشتريتهم فيهم. هيك رح بلش اول شيء بالبروفوك الاي لاشز، الرموش الاصطناعيه. انا صراحه ولا مره حاطه رموش اصطناعيه ولا بمطرح ولا انا لحالي، فحبيت انه جرب وقول انه بركي حبيته بركي ما حبيته، مع انه انا بفضل ماسكارا بس على الحل بلا رموش. بس قلت خليني اجرب، واحد ما بيعرف ما بيقدر يقول لا بلا ما يجرب. جبت هيدول الاثنين. في منهم بيجوا الانديفيدوال لاشز، يعني كل وحده لحال، ما بعرف اذا مبينت لكم. ببلشوا الحلو بهالعلبه انه في من القصار للميديوم للطوال، وفي كمان هيدول شوي اكثر دراما. بيجوا برقم 84. واسمهم هيك ما قالوا الاسم، وبيجي معهم هيك قلم، بيجي معه كمان قلم اسود من بروفوك. واكيد واحد بس يشتري الرموش الصناعيه بده يشتري التلزيق تاعوله. قلت خليني اجيبهم كلهم من نفس الماركه من نفس البراند. عم فكر بركي اعمل فيديو فيهم فيرست امبريشن، كيف عم بحطهم لاول مره بنشوف، مش اكيده ما بوعدكم. صار لي زمان مش مجربه فاونديشنز جداد، او مجربه كم فاونديشن بس ما كتير حبيتهم، ما كتير اقتنعت فيهم. كتير انبسطت او كتير حابه اخبركم عن هيدي الفاونديشن الجديده، هي من براند بوبا. اسمه اكتيف لايت اويل فري. يعني يعني ما في بقلبها زيوت. بتجي مثل مي، يعني اذا سامعين فيها الخضخضه. فاونديشن بتجي مع بومب. هيدي من اخر فاونديشن من براند بوبا، انا عندي اياه بلون 003. الشغله زعلانه منها انه هذا اللون غامق علي، يعني هلا بيرفكت لانه بعد التان وبعد البحر، بس ان جنرال هيدا اللون غامق علي، اكيد رح اشتري بلكي 02 للشتويه. برجع بخبركم اكثر بفيديوز تانية. بس اذا عم تفتشوا على فاونديشن خفيفه وحلوه وبنفس الوقت انه عم بتغطي، هيدي البوبا بتعقد. وهيدا الكونسيلر من ميبلين اللي هو ايج ريوايند. ثانك يو الين انها جبت لي اياه من امريكا. كل العالم سمعوا فيه، بس نحن عنا بلبنان ويمكن بالعالم العربي حتى ما انوجد. هيدا الكونسيلر يلي بيجي معه هيك مثل 70 تكتكه، بتعملوا التك تك وبصير يطلع البرودكت وبترجعوا بتحطوه تحت عيونكم. انا عندي اياه بكولر كلير فير، يعني فاتح كتير، وهو صراحه فاتح كتير. يعني انا هلا تاند علي لون من الشمس، ما كتير عم بقدر استعمله، مع انه حتى شوي هلا تحته، بس انه منيح لانه بيضوي زياده. بس I think it would be perfect للشتويه. كونسيلر كمان كتير 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 حلو، حبيته كتير، وبنصحكم اذا بتقدروا تلاقوه بشي مطرح جيبوه. وهالشهر او هالفترة عندي 2 نيو ماسكارز. وحدة منهم هي an old favorite، يعني شي كنت حبه من زمان، بس كمان ما في عنا منه بلبنان. ما بعرف ليه بلبنان ما عنا الاشياء المنيحة. عنا اشياء تانية من لوريال اللي ما كتير بحبها. هيدي لوريال تيلسكوبيك اللي بتجي كلنا بحس تعرفوها، اللي بتجي هيك مع ريشة ضعيفة 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 هيك، يعني ما بعرف اذا مبين لكم. بحبها كتير. يعني مع انه هي بتقول انه بس بتطول الرموش، انا بحس انه بتعطي فوليوم وبتعطي تطويل. بحياتها ما بتلزق، حتى لو عملته يعني وحطيته اكثر من مره، يعني مره واثنين وثلاثه حتى واربعه، بيطلعوا رموشكم كثير حلوين كثير كبار وما بيلزقوا. انا عندي بلون بلاك. هيدي الاوريجينال تيلسكوبيك، في منها بيجي ووتر بروف، وفي وحده لونها هيك على جراي. فما بعرف شو بيختلفوا عنهم، انا بس مجربه من هيدي. كمان اذا قادرين تجيبوها من برا كتير شي حلو.
تاني ماسكارا عندي اياها هي من بوبا. هي ماسكارا فامب. اي ثينك فامب هي السيري، عندهم سيري معينة. عندي كمان ليكويد ايلاينر كمان بيعقد، رح يكون اكيد ذكريته بماي فيفورت للشهر سبتمبر. سو هيدي الماسكارا غير شوي، ريشتها مثل ما شايفين كتير سميكة. ما حبيتها كتير، ما بتعطي فوليوم، يعني بتلزق رموش. بتلزق رموش بعد فترة صغيرة، يعني إذا حطيتوا طبقتين فوق بعد شوي بيلزقون. في طريقة معينة ما فهمت الفكرة إنه في كتير هيك سميكة على الطرف محد العين، يعني دايما بحس إنه عم بتليلي عيني من هون وبتوسخ الدنيا. منا مش منيحة، ما عم بستعملها، بس منا المفضلة. يعني اللوريال تلسكوبي اللي فرجتكم عليها قبل شوي أحسن منها بمليون مرة. كمان عندي هيدا بلون بلاك أو لا اللي هي سودا، ما بعرف اذا هيك. والباكجينج كمان ما كتير حبيته. كل هول الاشياء يعني ما عندي اياها زمان كتير، بس اوريدي عم يلمحوا، ما بحب هالحركه. كمان another gift من ألين. كمان براند ما موجودة عنا اياهم بلبنان، وكمان كنت حابة اجربها. هي ميلاني. الميلاني هي براند امريكانية يمكن اي ثينك، مع انه محطوط ميد ان ايطالي فما بعرف. هيدي الميلاني بلون 03 بيري امور. هيدي وشفتوها يمكن بالفيديو السابق، استعملتها بالميك اب توتوريال تبع المدرسه فيرست داي اوف سكول. اللون كتير حلو، كتير مناسب للخريف، لانه منه هالبينكي ومنه لانه عم نحط هلا الالوان الغامقه على الشفاف، فبتطلع حلوه لانه هيك مثل يعني على موف. ميلاني معروفين بالذير بلاشز وكتير حلوين. هلا اكيد مش هيدا هي المشهوره، اكتر شيء شو اسمه ليمينوسو كتير مشهوره عندهم، بس هيدي كمان كتير حبيتها. بعد ما كتير استعملتها كبلاش، كنت عم بستعملها اكتر كهايلايتر هون على الطرف. بس اكيد رح استعملها وبخبركم، واذا حبيتوها اكيد رح تشوفوها بكل الفيديوز. يمكن من اقدم الاشياء اللي اشتريتهم وبعد ما فرجيتهم هي هيدا شو بيقولوا له اكسس شيمر باي ماكس فاكتور. هو بيجي مثل ليكويد، مش ليكويد، كريمي اي شادو. عندي بلون براونز 25 براونز، بيشبهوا كتير الاي شادوز، كريم اي شادوز من ميبلين، كمان كولر تاتوز، بس هيدا بيجي على اغمى، الوانه الانتنسيتي اكتر، يعني بتحسون فاقعين اكتر، وبيجوا اكتر مثل موس مش كريم. هدوليك اكتر كريمي، هيدي موسي. كتير حلوين، كمان كتير عم بحطوا هالايام. كمان بيرفكت للشتويه، مشان هيك يمكن ما كتير كنتوا عم بتشوفون، لانه منه كتير مناسب، اللون منه مناسب للصيفيه. كمان بلبنان بعد ما عنا منهم، ما بعرف ليه اشتريته من ديوتي فري وقتها كانت بقبرص. بس اي ثينك رح يرجعوا يجيبون هلا، لانه سالت انه ممكن يجي. كمان يعني بنصحكم، لانه انا ما بقى عم لاقي الميبلين كولر تاتو كمان بلون اونانون برونز، اللون البرونزي. هيدا الشيء بيشبهه، مش نفس الشيء 100%، بس كمان كتير منيح. كان عندي كتير ليبستيكس جداد، بس ما بعرف ليه في منهم ما عم لاقيهم، يمكن موجودين بشي جزدان. بس السيت كمان الجديد اللي عندي اياها هي كمان كادو من رفيقتي، اجت فروم ذا ستيتس، اسمها ميريام. هاي ميريام اذا عم تحضريني. جبت لي هيدي السيت من سماش بوكس اون ذا روكس. في 3 الوان ميني ليبستيكس بيعقدوا كتير حلوين. هلا بفرجيك عليهم، بس لا افتح العلبه. بيجوا هيك، اول شيء هو اللون يلي بيجي مثل نيود على بيربل، كتير حلو. هيدا اكتر لون عم بستعمله. كمان كتير بيرفكت لهالفتره الخريف، وكتير بيلبق للبشره البيضاء. حبيت التكشر تاعيتهم، منهم فيري مات ولا كتير ليكويدي، جايين هيك على كريمي بس عم بيضاينوا، كتير منيح. في لون ليجندري اللي هو الريد. صراحة هيدا اللون ما كتير حبيته، لأنه منه اللون الأحمر يلي أنا بحبه. كتير warm tone، يعني كتير دافي اللون. أنا بحب الأحمر اللي جايين باردين. ما كتير اتفقت، بس مع أنه كتير حلو، يعني البيبل يلي بيحبوا الألوان الريدز رح يحبوه. وآخر لون يلي بعد ما حطيته وما استعملته، مع أنه كتير محمسين، كنت ناطرة هيدي الفترة. هو بيجي الديب purpley brownish
ريد، ما بعرف كيف واحد بده يشرحه، يعني هو مثل خليط بين الموف والاحمر، كمان لون مثالي لفترة الخريف والشتوية، واكيد راح استعمله. وليك الباكجينج شو مهضوم، عن جد كثير بحب الاشياء الصغيرة، لانه اول شيء محل انا، لانه خصوصا بشتري كثير لبستكس عن جد ما بخلصهم، فايتس بيرفكت بس يكون في هيدا السايز الصغير، لانه الا ما اخلص هيدا اذا الا ما اخلص هيدا السايز، لانه مناسب وراح يخلص.